السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده وصفة جديدة. هنعمل مع بعض السمان بطريقة حلوة اوي اوي وهتعجبكم. بس قبل ما ابدأ بقى معاكم بالوصفة متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم اعملوا تعليق حلو كده. هبدأ بقى معاكم على طول كده عشان ما اطولش عليكم. انا معايا سمان اهوت مغسول ومتنضف كويس قوي. بس لما تيجي تجيبي سمان خلي الفرارج اللي ينضفهولك ما يبقاش يقطع الجلد بتاعه، يعني عرف ان انت هتحشيه. هو اصلا السمان لو بتنضفيه انت في البيت بالراحة عشان هو مش بيستحمل خالص. معايا بقى فلفل اسود ومعايا ملح ومعايا رشة من نص معلقة من قرفة ونص معلقة من الجنزبيل، وهقلبهم في بعض كده كويس. هقلبهم ببعض بقى في بعض بقى، وبعدين همسك كده السمان ادعكه كده من تحت الجلد ومن جوه كده بالبهارات ديت، عشان لحمه كده يبقى طعمه حلو ويكون متبل وميبقاش فيه زفارة خالص. اعملي الخطوة ديت هتفرق معاكي اوي 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 في طعم السمان او الحمام او اي حاجة انت هتعمليها يعني من الطيور. بمسكها كلها كده ومن الرقبة ومن كله. بعملها كده، بدعكها كده بالبهارات بتاعتي. نعمل مع بعض واحدة كمان. وخلي بالكوا بقى عشان الجلد بتاعه رقيق اوي مش بيستحمل. انا معايا كام واحدة كده مقطوعين، دول بقى احشيهم من جوه بس. ونقلل الملح في الخطوة دي، ما نحطش ملح كتير برضو عشان الشوربة يبقى فيها ملح والرز يبقى فيه ملح، ما يبقاش حادق معانا. انا حاطة ربع معلقة صغيرة، رشة معلقة صغيرة قوي من الملح، لو خدتوا بالكوا في اول الفيديو كده. انا كده بقى هدعكه كله، دعكته كله بقى، وجيت حطيت كده بصلاية انا مقطعاها على معلقتين زيت كده في قلب الطاسة كده. هسيبهم يصفروا كده شوية، واحط كده نص معلقة من السكر. هتفرق برضو معاكي في الطعم اوي، هتخلي اللحم بتاعه كده طعمه حلو ومسكر كده. بصوا بقى يا حبايب قلبي، البصلة بدأت تصفر معايا. انا مش عايزاها تتحمر ولا عايزاها تصفر، انا عايزاها تغدل بس كده. هبتدي بقى انزل بالكبد بتاعتي، انزل بالبهارات الاول اللي باقيه معانا، تاخد لون كده بقى لون وريحه كده في البصله. ريحه القرفه والجنزبيل بتخلي بقى الريحه حلوه قوي. اول ما بتنزلي كده عليهم بتطلع الريحه على طول. وانزل بقى بالكبد بتاعتي والقوانص بتاعه السمان بتاعي، بقطعها كده ونزلت بيها على طول. اسيبها بقى كده لما تشرب المية بتاعتها. وانا معايا كوبايه، الكوبايه اللي هي كوبايه الشاي من الرز، غسلاها ونقعها وهنزل بيها كده على حسب برضو الكمية بقى اللي انت هتعمليها. كل سمانة او حمامة بتاخدي عشان تعرفي معيارها. بتاخدي حبة رز قد قبضة ايدك كده، حبة رز في ايدك كده. ديت معيار الحمامية او السمانية. بس عشان انا برضو مش هحشيه من الجلد، مش هحشي الجلد،
عشان متقطع معايا، فبرضه انا قللت شوية. ناخد بالنا من الخطوة دي. ولو الرز زاد منك برضو عادي، هتطبخيه تكملي سواه وتقدميه معاه، بيبقى طعمه جميل اوي برضو. نبتدي بقى نقلب في الرز كده، نشمع الرز كده عشان يبقى ايه، ميبقاش معجن معانا وشبه بقى ايه، نحمره كده في الزيت مع الكبد والقوانص ديت. خليه كده بيشخشخ كده. انزل بقى ايه بحبة ملح كده وهقلب. انا حاطه إيه كوبايه من الرز، هحط عليهم بقى نص كوبايه ميه. انا عايزاه الرز ايه يبقى نص سوا كده، مش سوا كامل، عايزاه بس ايه نص سوا. هنزل بنص كوبايه من الميه. بس بعد ما اقلبه كويس بقى جامد كده واخلي الرز ايه حلو كده، شبه مش هحمره يعني، بس اقلبه كويس كده ايه في الزيت بقى بالكبد والقوانص كده، ريحته بقى طالعه جميله قوي. هنزل اهوت بنص كوبايه الميه. انا حاطه بقى في يعني جايبه بالكوبايه ديت جايبه رز. هسيبه بقى يتشرب كده، يتشرب الميه بتاعتي ديت. وبعدين بقى ايه نشوف هنعمل فيه ايه. يتشربها وهغطي عليه بقى لما يتشربها. بصوا بقى يا حبايبي، كده كان الرز اتشربه اهوت. كان الرز معايا نص سوا. هقلبه بقى وجايبه صينيه معايا، هنزل الرز كده وافرده على الصينيه عشان يبرد. ريحه الرز طالعه جميله قوي قوي. ال يعني الوصفه ديت الرز كده بالكبد، يعني ده تقدري تحشي بيه اي حاجه، فراخ بقى، حمام، اي حاجه تحشيها بيه. هفرده بقى على الصينيه كده عشان يبرد. واول بقى ما يبرد ان شاء الله نرجع مع بعض تاني. بصوا بقى يا حبايبي، الرز كان برد خالص خالص اهو. انا طبعا ما اقدرش احط الرز هو سخن كده في السمان او في الحمام او في اي حاجه عشان البكتيريا طبعا. لازم اسيبها تبرد خالص. هبدأ بقى معاكم كده نحشي مع بعض. ندخل بقى الرز كده. انا طبعا مش هنكبس كده السمانة او الحمامة او اي حاجة برضو يا حبايبي، اي حاجة مش بنكبسها كده. انا بس ايه حطيت كده وسايبة جوه بقى فراغ برضو كده، عشان ايه الرز لو كبسناه مش بيستوى خالص، ومش بنسيب ايه فراغ للرز يستوى. هحط برضو حبة كده. اشتغل بقى بايدينا وهكتفها كده وبالراحة عشان ما تتقطعش معانا وما نعرفش بقى نكتفها بكل سهولة اهوت. اهي كتفناها وطلعنا عينيها اهي. نعمل برضو معاكم تاني. ده هي الجلد بتاعها ما كانش مقطوع. هبتدي بقى احشيها كده. شايفين البهارات بتاعتنا عاملة ازاي في اللحمة وفي الجلد. دي هتدينا نتيجة حلوة قوي قوي.
وبالراحة خالص عشان يجي برضو الجلد ما يتقطعش مننا. اصلا حجم السمان بتاعي ده، السمان اصلا كان صغير ما كانش كبير. كان جميل قوي، ولحمته كانت طعمها حلو كده ومسكرة كده. نحشي برضو ندخل من الرقبة، والاسهل لينا ان احنا ندخل كده من الجلد من تحت ونطلع على فوق بالرقبة، يعني ندخل كده ونطلع بقى على الرقبة كده، ما ندخلش من الرقبة كده بيبقى اصعب لينا. ندخل من تحت كده ونطلع على الرقبة، وبرضه ما نكتمهاش عشان الجلد ما يتفجرش مننا في الشوربة. انا بقى طبعا معايا حلة كده على النار، فيها مية وسايباها تغلي، مولعة عليها تغلي على ما انا احشي السمان اللي معانا. بنزل بقى اي رز من عليها خالص وهكتفها برضو. ونشتغل بقى يا حبايبي بايدينا، ايه المشكلة يعني؟ احنا ايدينا نظيفة وغسلينها طبعا. واعملي الحاجة طبعا كده بحب كده عشان تطلع حلوة، او في مزاجك رايق كده، واعملي الحاجة كده بحب، هتلاقيها والله فعلا هتلاقي هتفرق في نفس الاكل كده، والاكل هيبقى جميل قوي. المية معانا بتغلي اهي. انا معايا بقى البهارات، معانا فلفل اسود، حصى، ومعايا بهارات بقى قرفة قرفة خشب وورق لورا، ومعايا بصل وطماطم وجزر مقطعهم كده. هنزل بقى كده بالسمان، هنزل عليها يعني هنزل بظهرها، مش هنزل هنزلها على ظهرها، مش هنزلها على بطنها عشان الرز بتاعنا. بصوا بقى انا بنزلها على ظهرها ازاي. انا عايزه، مش عايزه الميه كتير، انا عايزه بس يعني يا دوبك الميه تبقى مغطياه كده يعني. شايفين عامله ازاي؟ الميه بس يا دوبك مغطياه، مش كتير. هغطي عليها بقى وهرجع لكم تاني بعد ما يستوى بقى، نشوف هنعمل فيه ايه. بصوا يا حبايبي بقى، كان استوى اهو معانا، ما خدش وقت خالص خالص. انا معايا معلقه صلصه او معلقه كاتشب، اللي عندك يعني متاح عندك. حطيت عليها رشه فلفل اسود ومعلقه زيت ورشه ملح، وهبدا بقى ادهن كده السمان معانا. وممكن برضو تقليه في الزيت، بس يعني كده اخف برضو. ندهنه بقى كده كويس كده. انا طبعا مولعه الشوايه عشان تسخن كده، واحط بقى عليها بحط تحتها بقى السمان بتاعنا. الوش ده بقى كده هيتحمر، وبعدين بقى هرجع اقلبها واحمر على الوش التاني برضو، ادهنها واحمرها بقى، ونرجع بقى معاكم كده بعد ما تطلع من الفرن ونقدمها ونشوف بقى شكلهم عامل ازاي. شايفين بقى الجمال بقى؟ شايفين الجمال والريحة بقى؟ ولا مش عايزة اقولكوا الطعم كان عامل ازاي؟ ومنزلش منه رز خالص،
في الشوربة منزلش خالص. بصوا الرز اصلا، انتوا شايفين الرز جوه السمانة عامل ازاي؟ منزلش رز، انا مش كابساها رز، والرز كان مستوي و... وجميل قوي، طعمه جميل. اتمنى بقى تجربوها وتمشوا على الخطوات ديت فعلا، يعني هتدعولي، ما تنسوش بقى تبقوا تدعولي. واتمنى تكون وصفتي عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، كل جديد بنزله، ونستفاد بقى مع بعض كده، وتعرفي بقى تطبخي ايه بكره بقى، وخدي مني فكرة.